انسي اي طريقة عملتيها قبل كده للجلاش وجربي الطريقة دي من غير توريق ولا دهن ورقة ورقة، وهنصب عليه الحليب بطريقة جميلة جدا. ولو اول مرة بتشوفي قناتي انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. اول حاجة هنا كده معايا الصاج ودهنت كده فيه، حطيت فيه سمنة وهدهنها كويس جدا، هوزعها كده في الصاج كله، وممكن تستعملي صينية مش مشكلة. هنا معايا نص كيلو من الجلاش، انا بس هنا كنت بفرده كده مطلعته من الكيس اهو. بصوا، هاخده بقى كده وهحطه في الصاج على طول، ما احنا زي ما اتفقنا ولا هنورق ولا هندهن ورقة ورقة ولا اي حاجة. وهساوي بقى كده الحروف عشان يبقى شكله حلو معايا ويبقى متساوي. هنا بقى بعد ما خلاص سويت كده الورق، هبتدي بقى ان انا ايه هقطعه. قطعي بقى بالطول، قطعيه باي يعني قطعي باي طريقه، انا هنا هقطعه كده بالطول وهعمله مربعات. انت بقى اعملي يعني قطعي التقطيعه اللي انت حباها. هنا بس انا عكست كده هو الصاج الناحيه دي عشان اعرف ان انا ايه اقطعه. بصوا هعملها كده بالطول كلها، الصاج كله كده. الطريقة جميلة جدا وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم، وما اخدتش 10 دقايق. بصوا قطعتها كده بالطول زي ما انتوا شايفين مربعات. هبتدي بقى ان انا هعملها بالعرض، وزي ما انت حابة بقى مربعات صغيرة مربعات كبيرة. خلاص كده انا خلصته خلاص كده وقطعته. هنا معايا كوباية الا ربع من السمنة، هبتدي كده ان انا هوزعها على الجلاش كله. وهبقى بقى مسخنة الفرن كده قبليها ب3 دقايق، وعلى درجة حرارة يبقى 180، وبتحطيه في الرف اللي في النص. وبتشغلي الفرن عليه من تحت، وبعد كده بعد كده بيحمر معاكي كده من الجناب ومن تحت، تروحي مطفية عليه ومشغلة عليه الشواية. وبتوزعي بقى السمنة كويس جدا على الحروف علشان ما تبقاش ناشفة معانا. هنا بقى اللبن بقى اللي هنسقيه بيه، معايا 2.5 كوباية من اللبن او الحليب، عليها نص كوباية من السكر وحسب التحلية ما انت ما بتحبيها، وحطينا رشة كده من الفانيليا وقلبته كويس. والصاج اهو طلع بقى معانا بتاع الجلاش، بصوا الجمال بتاعه عامل ازاي. وحطينا بقى صبينا عليه كده هوت الحليب زي ما انتوا شايفين او اللبن. ايه رأيكم بقى في الجمال ده والسهولة دي، من غير بقى ما سقيناه شربات ولا اي حاجة وكلفتي نفسك، وعملتي حاجة حلوة وطريقتها سهلة وما اخدتش معاكي 10 دقايق. ايه رأيكم؟ بصوا الجمال بتاعه عامل ازاي، في منتهى الجمال، وحتى لما قعد وبرد معايا برضو كان حلو والطعم بتاعه حلو. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديوهات